بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الرابع عشر، درس مرد سنتزونغ من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام، حكم الكحل للصائم. أما أزمك وكحل سنتلين كحل سنتر دون تنمو حكم إني نص الحديث حديث نصهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، أو حديث رقم 636. تعليق هذا من الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى. هذه من المسائل التي اختلف فيها بين أهل العلم، وهو استعمال الكحل في نهار رمضان. الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى مسائل أي ما لا إما دا أهل العلم دا خلافها كندره وزو قرقر. وهذا الحديث يتناول هذه المسألة الفقهية. حديثا نكاندرو مسألة فقهية من اللاين، وهي مشهورة ومحل خلاف بين فقهاء من خلاف جدي. وبما أن الأحاديث في هذه الباب ضعيفة، أو باب الحديث حديث ضعيف شيني، فإن الأصل هو بقاء الصيام صحيحا، أو أصل قوله وزم مع سادر كحل دنو جلا وزم تقرتنين وزم صحيح. ولذلك الرأي أرجح قوله أن الكحل لا يفطر. كحل قوله كحل على سادر يسمر دنو لا يفطر وزم قرنين، لأن العين ليست منفذا معتادا للأكل والشرب، أو سامر منفذني ما شو نشين دي نشين. ولأن الأصل صحة الصوم، أصل قول أزم مع صحيح حتى يقوم دليل قطعي على بطلانه. دليلني قطعي يرجني مر أزم تقرتم قرنا دليلني واضح تكرره أزم تقرته إنه تقرتنين. فإن العين ساق ولا الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى ليست منفذا مفتوحا. منفذ شين منفذ لولي ما كيس شكل شين إلى الجوف مثل الفم أو الأنف شادا شين كور منفذني كشيء ونطر مجال كشيء شاكنك، لكن سانت كيشين. ويؤكد الإمام الترمذي أكد أنه لا يصح في هذا الباب شيء. باب أيضا حديث كيس صحيح الربعين، أي لا يوجد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أو ينفي الاكتحال للصائم بسند صحيح. وزمني معنى إمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في هذا الباب شيء. وله الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى يا معنى ميني لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يوجد حديث مرفوع. حديث مرفوع للنبي لو مرفوع نتكس صحيح بين يثبت سبدرق والله، أو ينفي نفدرق والله اكتحال ومره سبدرق والله نفينك. حديث مرفوع سند من الصحيح تكي بين. ويقول العلامة ابن سمير رحمه الله تعالى القول الراجح هو أن الكحلة لا يفطر أزم قرني كحل كو أزم قرنين، حتى لو وجد لونه أو طعمه في حلقه. لونه والله طعمه مثلا قلوة تكنونه لونه له شنونه أزم قرنين، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حق دروكين، لأن هذا ليس أكلا. كحل مره ماشي نشينه ولا شرب معنى ندين شينه، ولا بمعنى الأكل والشرب معنى ماشي وندانه معنى شرب وندانه. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة، الرسول صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة له وبالغ في الاستنشاق. معنى نكو والله نيجا تقول كان مسرنجو يقال لسرنجو إلا أن تكون صائمة أزمك وسورين ياندين.
لأن أنف مره موضع لإيصال المشروبات إلى المعدة مره تيجيني ماشي ولا أنندي ولا أنت لا تنمو ذلك معدة لا شكنك وهو منفذ معتاد. ابن سيمين رحمه الله تعالى هذا كامره منفذ معتاد. أما العين فليست كذلك. وعلى هذا فإن الصائم له أن يكتحل ولو وصل الكحل إلى حلقه. ابن سيمين رحمه الله تعالى تكيكو أما مره سانسوراي سامد دونو ولو قوم تتوكنا لغا نوزم قرني. انتهى. ابن سيمين رحمه الله تعالى مريم كارتوزو. وعلى هذا فإذا احتاج العبد إلى الكحول في نهار رمضان من أجل العلاج مثلا، أما علاج لما سان عندك سانسور دون غاچ ولا كحول دون غاچ لكتوسو أو زمودرو من أجل العلاج لقيتو مثلا لا حرج عليه جندني. والله أعلم. أو رسالة أورينا الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي وفقه الله وسدده. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.